أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموصية، فآمن به 6 من الأنصار اختصمه الله بالرضا صلى الله وسلم عليه. وحج منه في القبائل 12 رجلا وبايعوه بيعة غفية، ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله صلى الله وسلم عليه. وقدم عليه في العام الثالث 7 و3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوس والخزرجية فبايعوه، وأمر عليهم 12 نقيبا حجاج حتى صلى الله وسلم عليه. هاجر إليهم من المكة ذوي الملة الإسلامية وفارق الأوطان رغبة في موعد لمن هاجر الكفر والنوى صلى الله وسلم عليه. قريش عليه. أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيده ونجا صلى الله وسلم وأذن الله عليه. صلى الله عليه وسلم في الهجرة فرغبه المشركون ليريدوا بزعم حياد الأمانية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم الترابا وحثى صلى الله وسلم عليه. وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه 3 تحمى الحمائم والعناكب صلى الله وسلم عليه. ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على غير المهدية وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله ودعا صلى الله وسلم عليه. يعبو به في الأرض سلبة الغوية وزاله الأمانة فمنعه إياه. اللهم قبل الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم